بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. فيه وظائف في الجسم لو حاول الإنسان يتدخل فيها بإرادته يفسدها. مثلا لو حاولت تخطط للنوم ما تنامش. لو حاولت تجيب النوم بإرادتك النوم يهرب منك ما يجيش. لو فكرت في هضمك يرتبك هضمك. لو تدخلت في تنفسك يضطرب تنفسك. لو فكرت في توازنك وانت بتتمرجح على حبل تقع. لأن دي كلها وظائف ربنا برمجها في الخلايا وجعلها آلية تحصل من نفسها من غير تدخل. وظائف الإنسان اتولد بيها مبرمجة جواه. وفي أنشطة أخرى ما بنتولدش بيها لكن بنتعلمها وبنتمرن عليها، زي المشي والجري، ركوب البسكليت، الدق على الآلة الكاتبة، على البيانو، على الكمانجة، تريكو. دي حاجات ما بنتولدش بيها لكن بنتعلمها ونتدرب عليها، وبعد كده تبرمج وتحفظ في الخلايا، وتبقى بعد كده تحصل تلقائية بمجرد استدعائها فورا، تحصل من غير تفكير. ازاي بتتم حركة تلقائية زي المشي؟ دي حكاية عاوزة تنظيم عصبي غريب. اولا الطفل وهو بيمشي اول خطواته بيتدعور، بيقع على ظهره، بيقع على بطنه، بيتكعور. كل حاجة بتحصل لازم تطلع على إشعارات إلى المخ. لازم يصل إلى المخ أول بأول إشعارات من كل منافذ الحس، من العين، من جهاز التوازن، من العضلات، من المفاصل، من الجلد، من كل حتة تطلع للمخ إشعارات تقول له فلان وقع، مال على اليمين، مال على الشمال، الكعور، الدعور. المخ يبعت إشارات فورية إلى العضلات المختصة يقول إن فيه غلطة في الحتة الفلانية، ما كانش صح إن العضلة الفلانية تنقبض انقباض كلي، لا تنقبض انقباض جزئي، وبدال الميل على اليمين لا ميل على الشمال، بدال ما ترمي نفسك لقدام ارمي نفسك لورا. تعليمات أول بأول من المخ بتصلح الموقف. هذه التعليمات بتنزل لجميع العضلات المختصة وللمفاصل وللعمود الفقري وللهيكل العظمي، كله بيشترك. تطلع تاني إشعارات تقول للمخ تمام، الوضع تمام. المخ يعمل إشعار بإن إيه التعليمات دي تسجل في مراكز تخزين معلومات، مراكز تخزين معلومات في المخ. كل ده يتكتب التصليحات والغلطة وإزاي حصلت وإزاي تسجل وتبرمج مرة واثنين وثلاثة واربعة، ومرة واثنين وثلاثة واربعة، لما خلاص الأشرطة تتملى وخلاص. بعد كده تحصل بمجرد استدعائها فورا ومن غير ما الطفل يفكر. توصل بيه عمال بيمشي ما بيوقعش من غير ما يفكر، وبعدين يجري ما يوقعش، وبعدين يبرطع، وبعدين يبتدي بقى يعمل ألعاب رياضية عجب. واحنا بنشوف بقى في الأولمبياد أعاجيب القفز والنط والحاجات دي كلها تلقائيا من غير الواحد ما يفكر. عملية عجيبة. العملية دي عشان تحصل تحتاج لإشعارات تطلع لفوق من جميع منافذ الحس، وبعدين كابلات تنزل من المخ فيها تعليمات لكل العضلات المختصة، وبعدين مراكز تجميع معلومات، وبعدين مراكز ربط، وبعدين مراكز تحليل. 45,000 مليون وصلة عصبية جوه جسمك. 45,000 مليون وصلة عصبية. يعني انت اشبه بسنترال فيه وقاعد فيه 45,000 مليون موظفة سنترال عمالة توصل وتفصل.
شيء رهيب. ده الإنسان قارة، كون مش قارة، كون عجيب له جغرافيته وما جهله. في العين وحدها، العين الواحدة فيها 1,500,000 كاميرا تلفزيونية مجسمة بالألوان. 1,500,000 كاميرا جوه العين دي، كل كاميرا حجمها 1/1000 من الملي. هذه الكاميرا اللي بتعمل باللون والتجسيم 1/1000 من الملي. يعني العين الواحدة فيها معدات أكتر من كل المعدات اللي موجودة في جميع الاستوديوهات التلفزيون اللي في العالم كله، أضعاف مضاعفة كمان في التجهيز والمعدات. وفيها أجهزة لضبط النور والظل والإضاءة واللون والتجسيم. لسه العلوم بتاعتنا ما وصلتش إليها. عين واحدة فيها أكتر من مجموع المكانات اللي في جميع استديوهات العالم كله أضعافا مضاعفة، وفيها معدات ما نعرفهاش. دي عين واحدة. طب ده في عين كمان، وفي ودن هنا وودن هنا، وفي لسان بيتذوق، وأنف بتشم، وجلد بيحس.